كناوف تصل في الملعب كورة من روبن كوخا البحث الخطة بعد الكورة فرصة جول طرشة من العارضة مسات خطيرة مرموش الشبكة جول 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 الجول يا بار مرموش في مرة أولى الكرة ترجع من العارضة لكن مرموش يخليها ترجع من شبكة نوير في ملعب فرانكفورت بلمسة الهداف المصري يتحرك ملعب المباراة وأسبقية مستحقة للنسور. النسر يحلق بفضل هذا الهداف مرموش يسجل في هنا كرة عند مرموش مرموش كناوف الضغط كناوف يتفوق على كين يمرر مع امتلاك الفريق اينتراخت كرة الثاني المراوغة بامبا الثاني بامبا من زاوية ضيقة جدا من زاوية صعبة مستحيلة اخترق الدفاع وكرة تجاوزت الجدار نوير. ثاني اهداف اينتراخت عن طريق عمل كبير عمل رائع إرادة جبارة لهذا اللاعب. ثاني أهداف النسور اينتراخت يحرج دفاع الباير ويظهر عيوب دفاعات الفريق البافاري كيف وفي الشبكة يسجل مرموش. هنا المراوغة كرة مرة مرموش باتجاه لارسون يراوغ ويسجل الثالث 3-0 نتيجة تؤكد وضعية الفريق البافاري. فريق يعاني في يرشحها لنصين ينقص تمرير للوروا كماتش يقلص الفارق كماتش كرة مركزة والبايرن يسجل هدف يحتاجه في الشوط الثاني. هدف نوعا ما يمنح التفاؤل يمنح إمكانية العودة للبافاريين. كماتش يقلص الفارق 3-1. فرصة الرابع لاينتراخت. اينتراخت رائع اينتراخت رهيب اينتراخت فرانكفورت موديل. الشايبي بينية ضربة دفاع الفريق البافاري فارس الشايبي الخامس ماذا فعلت يا كناوف ماذا فعلت لو خلاها لمرموش لم يكن متسللا. الخامس الهدف الخامس 5-1 قاسية جدا على بايرن ميونخ. كناوف لوجود التسلل العودة للفار وبعد احتساب الهدف يحتفل جمهور اينتراخت 5-1. فعلها بيلينغهام ليقول في الليالي المقمرة أو في وضح النهار لا شيء يصنع. وهنا تصويب الله عند الأسماء القادرة. حتى الأخضر قد ينصع في عز البياض. نعم حتى الأخضر نعم. هنا بيتس يسجل هدف العودة وهدف التعديل يسجل هدف ولا أروع. استكمالا بقى المفاجآت الدوري كانت بتحصل النهارده بنشوف ان مانشستر يونايتد بيخسر من بورنموث بنتيجة 3-0. نتيجة كبيرة على فريق مانشستر يونايتد اللي قلنا ان هو خلاص هيبتدي انه يخرج من الكبوة اللي هو فيها ويبتدي ان هو يتقدم شوية في ترتيب جدول الدوري. كمان برايتون بيتعادل مع بيرلي 1-1 وبيقدر ليفربول انه يهرب من الفخ بتاع كريستال بالاس قدر انه يتقدم على ليفربول 1-0 ثم تعادل ليفربول بعدها في اخر الشوط الثاني وكمان في اخر الشوط الثاني برضو قدر انه يحرز هدف الفوز وبكده بيكون نجا من فخ كريستال بالاس اللي كان ممكن يقع فيه النهارده.
برضو استكمالا زي ما قلنا المفاجآت اللي بتحصل في الدوري او في الدوريات كلها، بيقدر باير ليفركوزن انه يكسب بايرن ميونخ 5-1. نتيجة كبيرة بيخسر بيها بايرن ميونخ اللي مسيطر على بطولة الدوري الألماني. فريق باير ليفركوزن فريق بيلعب كرة كويسة جدا، معاه مدرب محترم جدا، مش من المباراة دي بقاله فترة. الحقيقة ألونسو عامل معاهم شغل جامد جدا. بنستكمل بعد كده بأن ريال مدريد كمان بيقع في فخ التعادل مع ريال بيتيس. ريال بيتيس قدم مباراة قوية جدا، وكان هو الطرف إلى حد ما الأفضل في المباراة. قدر يتعادل بهدف عالمي. بكده بيكون فوت فرصة إن ريال مدريد يقدر يستمر في الصدارة بعد ما تعادل مع ريال بيتيس. بكرة هيبقى في مباراة قوية جدا بين جيرونا وبرشلونة، وهتحدد إذا كان جيرونا هيقدر يكمل في المنافسة، وكمان هتحدد إذا كان برشلونة فعلا قدر إنه يرجع تاني للمنافسة ويقدر ينافس الفرق كلها، فرق المقدمة على الصراع على بطولة الدوري.